سلام الناس الكل. اليوم باش نحكيو على حاجة حكيت عليها شوية في الفيديو اللي قبل حكيت لكم عليها. باش نحكيو الحادثة أنا تعرضت لها. الحادثة هذه مانيش باش نحكيه لكم الكل، باش نعطيكم تلخيص على الحاجات اللي أنا معناها تعديت بها، وكان اللايف ستايل متاعي هو سبب نوعا ما باش اني انا زادت نسبة الفرصة متاعي باش اني نعيش به. الحادثة كانت حادثة مرور. الأضرار اللي صاروا مانيش نحكي لكم عن الأضرار الخارجية، معناها كيما أي أكسيدون معناها تصير حاجات خفيفة كيما غرازي كيما تراثريات كيما جروح، هذوما الكل حاجات خفيفة. باش نحكي لكم على أهم حاجتين كان اللايف ستايل متاعي عنده فيها دخل باش انه الفرصة متاع اني نعيش واني نعيش لاباس دخل كبير. اول حاجة نبدأ بالاضرار اللي خطيرة، معناها نوعا ما خطيرة. نزيف الراس، صار لي نزيف. خاطر معناها الصدمة جات على راسي أكثريتها. نزيف داخلي في الراس، ارتجاج في المخ. الارتجاج نجر عنه فقدان الذاكرة. دخلت في غيبوبة. هذه بالنسبة للراس، معناها كيف طحت على الضربة الكثارية الخطيرة جات في راسي. الثانية جات على مستوى الضلوع متاعي على صدري، خاصة الشارة اليسار. الشارة اليسار صاروا فيها برشا كسور معناها على مستوى الأضلع، وكيف تكسروا الأضلع مسوا شوية، معناها قربوا شوية للرية، معناها مسوها الرية، فهمت؟ ما بقيت مدة بالطبيعة بالتيويت ما نتنفسش، معناها خاطر أنا ديجا وقتها كي طحت دخلت في الغيبوبة. بقيت مدة بالتيويت نتنفس على خاطر ريتي كانت متخدمش، الزوز ما يخدموش بالتيويت. وكانوا هما في فترة الغيبوبة أنا كانوا هما يعطيو فيا في دواء باش إني أنا نرجع نفيق، فهمت؟ وين جا دخل اللايف ستايل نتاعي؟ إنه أنا والحمد لله كنت ما نتكيفش، لا دروغ لا دخان لا فاب لا الكول لا حتى شيء. الدواء اللي عطاهولي مشى معايا، معناها سرع عملية الاستشفاء، وبدني كان قابل ما عملش هكا تأثيرات ولا حاجة. بقى بقى كيما هو جوست قبل الدواء. أولا تصلحوا الأضلاع ما عادش مكسورين، الكتف تخلع رجع. أه الرويري رجعوا يخدموا من غير ماكينة من غير تيويت من غير حتى شيء. هذا على مستوى الرواريك. اش صار آخر؟ هما عطوني دواء، لو كان بعد هذا كيف خرجت أنا بالفقد وكل شيء حكيولي قريت لي رابور فهمت الوضعية. لو كان أنا جيت نتكيف فرضا، وإلا جيت عندي مع الفاب نفابي برشا نتكيف، سواء دخان عادي ولا مخدرات، راني بدني يا إما يطول برشا باش يتفاعل مع الدواء اللي خذيته، يا إما ما يتفاعلش مع جملة يرفضه. ونجم نكون مثلا بعد المدة هيك رفض بدني الدواء ما عندهمش حل آخر، يا إما عملية يا إما معناها الله يرحمك وكاو. هذا بالنسبة للروارية. بالنسبة لراسي صارت فيه ارتجاج في المخ، وصار ثم نزيف داخلي. النزيف هذاك ضغط على المخ، فهمت؟ ضغط عليه ما خليش يشد بلاصتو ساعة، خاطر هو كي صار الارتجاج سي ديجا ثم نزيف داخلي مشيرة اليمين واليسار. ضغط لي على مخي كلي ما يتنحاش. هو الدم هذاك عطاوني دواء باش يتنحى، جوست هكا اللي باش يتجنبوا العملية عطاوني دواء باش ينحي الدم المتخثر في راسي. يا أخي في آخر مرة عملوا سكانير، صار لقاو عندي تورم دموي ولا حاجة هكا. في نهارتها عملت العملية، لازمك تعمل العملية باش يتنحى الدم هذاك اللي صار من النزيف، خاطر بالدواء ما تنحاش. وخاطر عنده برشا هو بقى مدة باهية، بحكم أنا بقيت برشا معناها في السبيطار، بقى برشا هو في البلاصة هيكي، بك علاش تنحى كان بالعملية.
في الضربة اللي في راسي كانوا عندها تأثيرات خايبة إني أنا فقدت الذاكرة، وإني أصلا دخلت في غيبوبة. وين جا دخل اللايف ستايل متاعي توا؟ دخل في وقت اللي أنا كنت في الغيبوبة بدني تفاعل، معناها نحكيو على مستوى الرواري قبلوا الدواء وما صار حتى شيء، معناها ما صارتش كمضاعفات ولا حتى شيء. باهي، وفي مستوى مخي توا على راسي ضربة، إنه كيف إنسان يدخل الإنعاش واللطف عليكم. البنج أنا اللي خذيته أكل يبنجوني خاطر كي فقت من الغيبوبة فقط سيدي جا متضرر وقتها، وهما باش أنا من باش الدواء يمشي بالباهي وما ندخلهاش في حيط، حطوا عطاوني المورفين. المورفين كل مرة مثلا يعطيوك مورفين متاع 24 ساعة، 72 ساعة، 48 ساعة، هما والحالة متاعك. لقيت برشا معناها يعطيو فيا في المورفين باش أنا بدني نتفاعل معاهم وأصلا باش ما نتعذبش، باش ما نحسش بالأوجاع متاع ضلوع مكسرة، كتف مخلوع، غريزي، ارتجاج، ديجا كيف فقد الذاكرة. هكا. هذا بالنسبة للأضرار اللي في مستوى راسي، والأضرار اللي في مستوى ضلوعي هذا أخطر حاجات. صاروا ثم أضرار أخرين خفيفة، ما هو هذوما أخطر حاجتين في الرابور متاع الطبيب. من بعد كيف فقط والحمد لله قريت اللي رابور، أول رابور صار ليت اللي جيت غادي. عطاوني في الرابور مكتوبة اللي أنا كانت عندي نسبة 20% إني نعيش، وحتى كي نعيش بإعاقة على خاطر الارتجاج اللي في مخي كان كبير. حتى كان باش يعيش الإنسان هذا راه باش يعيش مع إعاقة. ومكتوبة اللي ثم نسبة 4% في حالات نادرة جدا جدا إنه يستمر في العيش بدون مخلفات، لا إعاقة لا حتى شيء. والحمد لله أنا كنت من المحظوظين، ربك كتب باش أنا لا إعاقة لا حتى شيء. كيف فقط ساهر إني للتو معناها ما زلت نعاني من مخالفات الأكسدة، اللي هما مثلا نجي أنا خاطر الضربة الأكثرية على مستوى الأعصاب. الشير اللي صار توا ماهيش كونيكتي كيما اليمين. مثلا ما نجمش نجري فيتيس قوي، نجري عادي مثلا فرد ريتم هرولة ولا حاجة هكا، ما نجمش نجري فيتيس قوي. الذاكرة متاعي رجعت الحمد لله. أما ثم حاجات ما نتفكرهمش بالديتاي، ثم حاجات صاروا قبل ما نجم هكا كيف نحب نتفكرهم ما نتفكرهم، وحاجات صارت هنا ليت لاكسيدون فرضا وإلا النهار هذاك ما نتفكروش. هذا من المخلفات اللي بقيت نعاني منهم. وحكاية الأعصاب وكل شيء لازمها مساج وتريتمون متاع عباد معناها مختصة في الدومين هذاك. كهو هذا بالنسبة للضربة اللي في راسي كيفاش أثرت، والضربة متاع صدري كيفاش أثرت. في هذوما الكل اللايف ستايل متاعي وين كان دخلها؟ كان دخلها إني أنا كيف ضربولي المورفين إني ما فقتش، بقيت مبنج طول لك المدة الطويلة اللي بقيتها غادي، ما فقت حتى مرة. وحتى كيف نفيق هما يفيقوني معناها مش أنا، هما ينحيوا لي الدوزاج ينقصوا مثلا يعطيك دوزة متاع 24 ساعة، من بعد ال 24 ساعة ما يرجع ما يعاودش يعطيك دوزة أخرى، يجي يفيقك. وإلا مثلا ليك التيوات اللي يحطوهم في الرواري باش تبدا الماكينة تخدم تتنفس انتي، هذوما الكل كان عندي فيهم دخل، مش دخل كبير أما باهي لا بأس به. على خاطر في يوم ما طبيب وقت اللي أنا مروح جاني قال لي الحمد لله على سلامتك، انت تعرف شنيا صار وهكا وهكا وهكا. انا قلت له راني ما نعرفش ما نتفكرش، احكي لي. طلعت اللي انا كيف دخلت في الغيبوبة انا ساعة كيف وصلت ما نتنفسش، عطوني هما الديوات باش وليت نتنفس، وحبسوا النزيف والحمد لله اللي كان في راسي. وكتبوا في اول رابور بعد ما عملت البيلون متاع التحاليل ومتاع التصاور ومتاع السكانير، كتبوا لي الانسان هذا باش يعيش نسبة الحياة متاعو انها 20%، ينجم يعيش ما ينجم يتوفى. وحتى كان باش يعيش تم نسبة كبيرة انه يعيش بإعاقة، وكان النسبة الأخرى 4% في بعض الحالات، في حالات نادرة على الآخر انه يستمر في العيش ما غير لا آثار جانبية لا حتى شيء. صحيح باش تبقى تعاني منها كمخالفة الأكسيدون، أما انت في الأخير ماكش باش
تعيش معاق اللطف عليكم، وإلا ماكش باش تعيش عبء على العائلة متاعك هكا مطيش متحركش وحدك. على فكرة أنا كيف خرجت في كرسي متحرك، معناها ما نجمش نمشي، ما نجمش ميم با يدي اليسار نحركها، ما نجمش ناكل وحدي. كيما وين تحطني تلقاني، ما نجمش نتحرك، ما نجم نمشي لحتى شيء. من بعد بشوية بشوية مع الوقت تحسنت الحالة متاعي بشوية بشوية. في أول كونترول ليا بعد الحادثة هذي سألت الطبيب اسكو نجم نرجع نترينا ولا. يا أخي هو قال لي كان تنجم، علاش لا. وهو سي ديجا كيف ترجع تترينا ثم تأثيرات باهية ليك على مستوى الذاكرة باش تتفكر انت روحك قبل، وعلى مستوى الأعصاب متاعك إنك تنجم تعمل لك تمارين التجبيد كما نقولوا احنا، باش تعاون نوعا ما الأعصاب باش ترجع تخدم في الشيرة اليسار. رجعت نترينا معناها بعد ما خرجت من الأكسيدون بحكاية 3 جمعات هكا ولا جمعتين. رجعت نترينا وكاو والحمد لله. أما ريت وين الدورة اللايف ستايل متاعك باش يجي. أنا نحكي لكم لهنا جست باش كانك انتي خويا ولا أختي ماشي في ثنية غالطة ومنحرفة، ما تعرفش على الدنيا شنيا مخبيتلك، حاول تصلح من روحك، خاطر رانا الكل معرضين للحوادث في أي لحظة. هذه حاجة. الحاجة الثانية تنجم تكون انت اللطف عليك تعرضت للحادث سيدي جا وكل شيء، انا لهنا باش نموتيفيك كيفاش تعمل شنيا ما تعملش. مثلا توا الحادث اللي تعرضت له انا خايب برشا وما نتمنيه لحتى انسان، ما نتمنيش حتى انسان يعيش الاحساس اللي عشته. اما فرضا انت تعرضت للحادث قبل مش كيما هذا وفيت تعرضت للحادث وتبدلت مشيت نحو طريق منحرفة، ما عادش تترينا، رجعت مانيش عارف انا للخلطة متاعك تعمل في حاجات متجيش، تنجم تكون نوعا ما نقمت في الديد. هذيك انا لهنا نحاول اني لو ماكسيموم نموتيفيك. بالنسبة للي ما صاروش الحادث يلقى في روحه على بكري، والحمد لله احمد ربي ما صارليش الحادث، وان شاء الله ما تعيشوهاش التجربة هذه الجملة. القى في روحك على بكري برا ترينا، اعمل نظام. اول حاجة باش ينفعك على صحتك، باش ينفعك مع في حياتك الاجتماعية، باش تكون عندك سيلف امبروفمنت مش نورمال مع العباد. ري سلسلة هي كلها مربوطة ببعضها سلسلة، ما فماش حاجات عندها هكا في ليلة ونهار باش تطلع. لازمك الديسبلين باش تترينا، باش تاكل، باش تقوي من روحك، لازمك هذوما 3 تعملهم. سي ديجا انت كان ترانيت وحدك لازمك تنظم ماكلتك، خاطر ما يصيرش مثلا تترينا اليوم ومن بعد ما تاكلش وجبة بعد لونترينمون وتبعثها وتمشي تتكيف تعمل سيجارو. ديجا ثم عباد تعملك، اما راهو البروغريس متاعهم باش يكون ضئيل جدا جدا. شنية الاخرى ابار انك ما تترينيش، حاول انك ما تترينيش. فرضا انت انسان ما عندكش مع سبور ما تحبش تترينا، اللي هذه معلومة غلطة عندنا نحنا. حاول انك لو ماكسيموم تنظم حياتك، تاكل بطريقة صحية. أه بخلاف ما بطريقة صحية ماكلة روز وعظم. ما ثم عبيد ما تبدا ما عينيش فيها الماكلة كي ليه تاني روز كل يوم. نوع، ثم برشا حاجات هيلثي، ثم الشوفان، ثم البطاطا الحلوة، ثم الروز، العظم، أومليت، سكالوب، لحم دجاج، جوانح، هذا من الكل فوائد. حاول انك انت لا قدر الله تهيئ نفسك يا خويا. لا ما فما حتى واحد فينا راه ضامن حياته في اللافان. كي باش تتحط في موقف كيما هكا ثم جزء كبير عند الطب اللي بهم باش يخدموا خدمتهم، وثم جزء ثاني عندك انت، اسكو بدنك باش يتقبل ولا لا. انا مانيش نهيئ فيك راني على حاجه خايبه، اما جيست ما ثم حتى حد ضامن مستقبل وضامن شنية باش يصير. عادي جدا معناها راه تكون لا قدر الله قاعد في بلاصة باش تشق الكياس باش تمشي تقرا باش تروح. كيما انا نهارتها راني كنت نترينا مروح من السال، ريت من قليلة الديستانس بين الاكسيدون وبين دارنا. كنت نترينا مروح في الليل، صار الحادث بحث الدار في الحومة غادي صار الحادث، وجاب ربي معناها العباد تلمت فيسا، كانت تنجم تصير كارثة ما أكبر. هو الله يرحم اللي توفى وربي يشفي اللي مازال. أما ما ثماش علاش باش إنك أنت، أنا لهنا باش نعطيك
باش ما نخليكش تمشي في ثنية غلطة، تمشي للانحراف جرة إنك تعرضت للحادث وانقمت على الدنيا. وكيما اللي أنا باش نهيئك لا قدر الله ما تعرفش صارلك حتى حادث بسيط، حتى كان مرض ما نعرفش أنا جاتك بريود هكا دخلت فيها للسبيطار بقيت عندك تريتمون وكل شيء، لازمك تكون حاضر نفسانيا وجسديا فيزيكمون لازمك تكون حاضر، تاكل بالبيت تترينا. سيب عليك أري أكثر حاجة تضر سمعتها من عندهم الفاب والدخان والكحول. أنا الحمد لله ما كنتش ناخد في الكحول علاش المورفين أثر فيا راهو وصلت لمرحلة الهلوسة وكل شيء. أه ما نتكيفش أكا الرية متاعي رجعت تخدم بعد بيامات من الحادث، معناها من زاد أنا في الغيبوبة وهي رجعت تخدم. معناها حاول لو ماكسيموم انك تحافظ على روحك، ما ثميش حاجة هكا سحرية ريه باش تبدلك حياتك في ليلة ونهار. انت تحط قرارات لروحك. انا اليوم باش ندخل نترين، انا اليوم باش نبطل الماكلة هذي، انا اليوم ما عادش باش نتكيف، انا اليوم ما عادش باش نشرب، انا اليوم باش نحبس الفاب. ساعة الفاب ثم حاجة معلومة يمكن ما تعرفوهاش، الرئتين اليمين واليسار باهي وينهم هما في القفص الصدري بين الرئة اليمين والرئة اليسار ما ثماش شيء، ثم الفضوى هذه ما ثماش هواء في البلاصة هيك، ما ثماش هواء جملة. شنية الحاجات حسب رأيك اللي تخلي الهواء يتعدى للبلاصة هذيك اللي لازمها ما فيهاش هواء؟ سيدي جا هي من لوطة ثم الحجاب الحاجز، ومن فوق القفص الصدري رواريك والقلب متاعك، هكا هو ما ثماش هواء في البارتيه هذيك بين الرئة اليسار والرئة اليمين، ما ثماش هواء. شنية الحاجات اللي تخلي ثم هواء يدخل غادي؟ الفاب أكثر حاجة معروفة إنها تخلي، والدخان. أما الأكثرية الفاب، الدخان عنده حتى هو أضراره، أما أكثرية الفاب. خاطر تو أنا ما فهمتيش ليكيد وحاجة تتحرق ودرا شنيا تخرج دخان، ظاهرة مضرة، ظاهرة على الآخر تضر فيك. معناها أنت فرضا من الدخان حبيت تبطل الدخان، شريت فاب هكا اللغة الشهيرة، أنا شاري فاب باش نبطل بها الدخان. ياك وليت مدمن على الفاب، انت ما عادش تنجم تبطل الفاب، هذا صحيح ما عادش تتكيف الدخان، مشيت لحاجة أخرى عوضت وانت استبدلته، ما بطلتش ما انقطعتش نهائيا. هذه أضرار تنجم تعملها لك الفاب، هذا واحد من الأضرار اللي تنجم تصير لك، واللطف عليكم الناس الكل. بالنسبة للألكول والكحوليات بصفة عامة والمخدرات، تنجم لا قدر الله انت تعرضت للحادث والا باش تتبرع لشكون ما نعرفش انا بحاجة من عائلتك من أصحابك من اللي هو البنج ما يخوش فيك، يبنجوك مرتين ولا حتى أكثر وانتي مازلت فيا، خاطرك الكوليك عندك نسبة من الكحول تدور في دمك. مس عندك تستهلك في برشا مخدرات، هذا حاجات يضروك. وحتى كي بتحب تعاون انتي متنجمش، باش يحطولك ليميت، باش يقيدوك بحدود. انتي تتكيف. عندك تشرب، لا لا متنجمش تشرب وتتكيف تنجمش، تفابي لا لا متنجم. لا قدر الله حط روحك في سيتياسيون واحد من عائلتك مستحق لك، واحد من عائلتك جا مستحق انه فلان لو اي اليوم باش يتبرع لواحد من عائلته بعضه فرضا بكلوة، فرضا باش تتبرع بالدم، فرضا الدم حاجة خفيفة، فرضا ما نعرفش انا باش تتبرع له باش يعملوا له زراعة كبد، باش يعملوا له حاجة، وتجي انت حاضر كل شيء مريقل، اما متنجمش على خاطرك سيدي جا استعملت حاجة. منعرفش أنا شربت الكول قبل بدنك الكوليك، دخان، سيدي جا الأعضاء متاعك مضرورين تلقاهم ما همش يخدموا بنسبة 100% كيما الإنسان العادي. على فكرة الإنسان العادي بدنه يخدم العادي، معناها في حياتنا اليومية تخدم بدنك 15/15، السلم هذا قريته زادا في الرابور، بدنك الإنسان العادي 15/15 يخدم جو بيه والحمد لله. وقتاش يتيح للإنعاش يتيح للإنعاش كيف يتيح بدنه 7/15، هذاك لازم إنعاش. تعرف أنا أخويا قد وصلت معناها على 15، واللي هي حالة نادرة حسب ما حكيو، وما صدقت كان كيف ريتها في الرابور، نكذب عليك أنا نقولك راهو كيف جا حكالي هاكا وهاكا صدقت 100%.
ما صدقت إلا ما ريت بعيني. وأنا في اللحظة هذيك داخل بعضي ما نحكي لكمش، وشربت برشا دوا وبرشا حاجات اللي داخل بعضي نترجم فيها الأوراق. أنا وصلت للأربعة على 15، هو المينيموم 7 على 15 تيح للإنعاش. كانوا إنسان بدنا وصل لل7 على 15 حسب السلم هذا يدخل الإنعاش. أنا وصلت لل4 على 15، وفي الرابور مكتوبة 20% إنه يعيش، وحتى كان يعيش يعيش بإعاقة. الحمد لله أنا تو ما عنديش أضرار خارجية. غريزي غريزي كانوا شوية في راسي، ومن بعد سيدي جا عاودوا تحلوا وعملت عليهم العملية. مثلا في الشير اللي صار ما عملوليش عملية، ما غرزوليش. عندك أضرار مثلا زلعة راس حاجة هكا، أما ما فماش حاجة خطيرة خطيرة خطيرة. الحاجات الخطيرة حكيتها لكم. على مستوى القفص الصدري متاعي، الضلوع اللي تكسرت والرواري اللي ضربوا، خاطر كيف تكسرت الضلوع مسوا نوعا ما شوية الرواري، ما كانوش يخدموا. والارتجاج اللي صار والنزيف اللي صار في راسي، هذاك هو معناها. إن شاء الله يكون لكم درس، وإن شاء الله تاخذوا كلامي على محمل الجدية، باش إنه تكون مستعد لأي لحظة في أي مكان. ما تعرفش على الدنيا، راه ما فما حتى حد فينا ضامن حياته.